هبوط طائرة رمضان 1446. هل ستواصل الرحلة أم أنك لن تجدها العام القادم؟ بعد أيام من التحليق في سماء الرحمة والمغفرة، هبطت طائرة رمضان لعام 1446 في مطار شوال. لكن السؤال الأهم: هل انتهت الرحلة أم أن الهبوط مجرد محطة جديدة في طريق القرب من الله؟ إقلاع من مطار شعبان، حيث بدأ الاستعداد والتخطيط للرحلة الإيمانية. التحليق في أجواء رمضان، أياما وليالي مليئة بالصيام والقيام والذكر. محطة ليلة القدر، الفرصة الكبرى لمن أراد أن يغير مسار حياته. الهبوط في مطار شوال، وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي. فهل سنحافظ على ما اكتسبناه؟ الطاعة ليست موسما بل أسلوب حياة. رمضان لم يكن مجرد رحلة مؤقتة، بل كان دورة تدريبية مكثفة وتأشيرة دخول إلى طريق الاستقامة. فهل سنعود إلى نقطة الصفر بمجرد انتهاء الشهر، أم سنثبت أن رب رمضان هو رب الشهور كلها؟ رسالتي إلى الركاب: إذا كنت قد استمتعت برحلة القرب من الله في رمضان، فهل ستتوقف هنا؟ استمر في التحليق بالإيمان، فالمحطات القادمة تنتظرك، وأقربها صيام الست من شوال. لكن تذكر: لا أحد يضمن أن يكون على متن الطائرة